السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل عليكم جميعا يا جماعة، أو يا مساء الفل على حسب التوقيت اللي انت بتشوف فيه الفيديو بتاعي. طبعا يا جماعة زي ما عودتكم قبل ما نخش في موضوع الحلقة بتاعت النهاردة، ما تنساش نعمل لايك للفيديو. اللايك بيساعد بشكل كبير جدا ان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس المهتمين بالسفر والتأشيرات وتعديل الأوضاع، وان انت تعمل سبسكرايب في القناة عشان يجيلك كل جديد وكل الفيديوهات اللي بنتكلم فيها. نسمي الله ونتوكل على الله ونخش في موضوع الحلقة بتاع النهاردة. أنا الحلقة بتاعة المرة اللي فاتت اتكلمت بشكل مختصر وبشكل مفيد جدا إن هو الهجرة العشوائية تم إلغائها الموسم ده، فما تخليش نفسك عرضة للنصب. علشان لغاية دلوقتي في مكاتب للأسف بتاخد فلوس من الناس وبتقول للناس إن هي لسه وتعالى وهقدم لك والكلام ده كله. ده كان موضوع الحلقة بتاعة المرة اللي فاتت. نخش في موضوع الحلقة بتاعت النهاردة، وهو ايه يا احمد اللي بيحصل في امريكا، ايه الاجواء اللي بتحصل مع امريكا للاسف الشديد يا جماعة. وانا والله مش بعقد الناس ولا اي حاجة، انا كان في فيديوهات ليا في امريكا الموسم اللي فات او السنة اللي فاتت كنت بشجع الناس ان هي تيجي امريكا وتعالى، وامريكا هتساعدك ان انت تعمل اللي انت عايزه، هتقدر تعمل فلوس، هتقدر تعمل كل حاجة. بس للاسف الايام دي في امريكا، وبالذات كمان لما انا رجعت امريكا تاني، الوضع هنا سيء جدا من حيث شرطة الهجرة اللي هي ايس ماشية في الشوارع. بصوا يا جماعة بالعربي كده بتشمشم على اي حد مش معاه ورق. حتى الناس اللي معاها ورق ومثلا نازل يجيب حاجة من السوبر ماركت رايح الشغل ولا حاجة ونسى ما يثبت ان هو مقيم هنا في امريكا بشكل قانوني، للأسف بيتعرض لأسوأ وأعنف طريقة في التعامل انت ممكن تتخيلها. فالايام دلوقتي في امريكا مش زي زمان. لو عندك اي فرصة ان انت تيجي امريكا وتقدر فعلا تعدل وضعك، سواء ان انت تقدر تتزوج او ان انت، وهعمل حلقة كاملة عن المستجدات اللي بقت موجودة حتى لو انت عايز تتجوز من مواطنة امريكية، ايه الحاجات اللي بقت موجودة جديدة، الانترفيو بقى مدته قد ايه الاوراق اللي انت لازم تعملها، ده برضو هعمل عنه فيديو كامل ان شاء الله. تمام. بس انا بتكلم النهارده عن شرطة الهجرة. لا يا جماعة الموضوع سيء جدا. بيدخلوا المولات، بيخشوا محلات الاكل، بيخشوا، بصوا بيخشوا في اي حتة، لدرجة ان هم وصلوا ان هم بييجوا لغاية البيت. تمام. وطبعا ان انت كمان لو ما رضيتش ان انت تفتح باب عربيتك او ان انت حاجه، بيكسروا ازاز العربيه وبيكسروا ازاز البيت. وروح ارفع، ماشي يا باشا، ده ضد القانون وعارف انا كل ده انا عارفه. روح ارفع علينا قضيه، مفيش مشكله، احنا قلبنا جامد قوي لان احنا معانا رئيس الجمهوريه نفسه. تمام. وروح ارفع قضيه على الرئيس وشوف بقى هتاخد قد ايه في المحاكم، وربنا يدينا ويديك طول العمر. بالمختصر المفيد يا جماعه، لو انت عندك ورق في امريكا توكل على الله، تعالى امريكا مفيش اي مشكله، هتقدر تعمل كل حاجه، بس طالما انت عايش قانوني. قبل ما تبقى قانوني بيوم ما تطلعش من البيت. انا اللي بقولها لك وانا جوه امريكا دلوقتي. تمام. ما تخليش حد يعقدك، ما تخليش حد يعقدك، بس حاول انت لو تقدر عندك كيس قويه جدا لجوء، تمام مفيش مشكله، تعالى امريكا جوه هيد يا معلم. مع ان كمان قصص اللجوء دلوقتي بقى دونالد ترامب رافض حته اللجوء دي وخلاص، وبرضو الموضوع ده على كف عفريت. تمام. وفي ناس اترحلت رسمي رسمي وعندها كيس والقضيه بتاعتها في المحكمه، وما تنظرش في كل ده ورجعوا بلادهم. تمام. الحل الاسلم دلوقتي ان انت تتزوج. تمام. هو ده اللي سايد دلوقتي، وبرضه بقى ليه مخاطر كبيره جدا 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 وهحكي عنها في الفيديوهات، بس ده مش موضوع الحلقه بتاعت النهارده. فالوضع في امريكا سيء، الوضع في امريكا سيء، وبالذات كمان في المدن الحدوديه، يعني عندك زي سان دييجو، كاليفورنيا، تكساس، الولايات اللي هي بتجمعها حدود مع المكسيك. دي شرطة ايس اللي هي شرطة الاميجريشن المسؤولة عن الترحيلات وان هي تشوف اوراقك والكلام ده كله، منتشرة فيها بشكل كبير جدا جدا جدا، لان الاماكن دي هي مصدر دخول الناس، الهجرة الغير عشوائية الى امريكا. فلو انت رايح اي ولاية من الولايات دي خلي بالك كويس جدا جدا من شرطة ايس، لان انت هتلاقيهم بيطلعوا لك من حيث لا تعلم. تمام. فده موضوع الفيديو بتاع النهارده. ما تنساش يا صاحبي تعمل لايك، ولو عندك اي كومنتات بخصوص الفيديو ده سيبولي في الكومنت، وانا ان شاء الله هرد على حضراتكم، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو بتاع بكره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.